أيضا. سأحاول من جديد. أوه، ليست جيدة. ماذا أفعل؟ لقد مللت. ماذا تفعل؟ أحاول صنع سفينة ولا أنجح. حاول ثانية. انظري، حاولت مرات ومرات. أوه، مللت. سأترك هذا الأمر نهائياً. لا تستسلم. سمعت جدتي تقول: الصبر مفتاح النجاح. الصبر الصبر الصبر، دائما أسمع هذه الكلمة. ما معنى الصبر؟ تعال لنسأل صديقنا سراج. صديقنا سراج، يا ضوءنا الوهاج، تعال هنا في الحال لنجيب عن السؤال. مرحبا راشد، مرحبا نورة. أهلا سراج. أهلا سراج. لدينا سؤال. سراج الوهاج مستعد دائما. ما معنى الصبر؟ الصبر. حسناً، الصبر أن تتحمل وتكرر المحاولة حتى تنجح. لكني حاولت مرات كثيرة. صوت مطر؟ ولا يوجد مطر. من أين يأتي الصوت؟ من المنزل. الصوت يأتي من المنزل. أوه، مطر في المنزل؟ برق ورعد ومطر. غريب. شيء غريب يحدث. ماذا؟ يبدو أن المطر والبرق والرعد يأتي من داخل المنزل. لكن من أين؟ غريب. بدأت أخاف. ماذا سيحدث؟ علينا أن نعرف ما يجري. من سيساعدنا لمعرفة ذلك؟ نحتاج إلى من يعرف الطقس والغيوم والرعد والبرق. أحسنت. عرفت من أنادي. الظبي ظافر، هو مهتم بالفلك والطقس. سأناديه. أهلاً يا أصدقاء. الطقس جميل هنا. أهلاً بك. نعم، هو كذلك، لكننا نسمع صوت الرعد والمطر. نعم، ألاحظ هذا. دعوني أفحص. أها. ليس من هنا. أيضاً ليس من هنا. هنا ماء، وهذا صوت المطر والرعد. ماء ليس مالحا، ليس من البحر. إنه يخرج من هنا. من ذاك الرف. نعم، من ذلك الكتاب. ما هذا الكتاب؟ هذا كتاب القصص. كتاب القصص؟
لا بد أن الماء والمطر تسربا إلينا من إحدى القصص. نريد أن نعرف من أي قصة خرج. قصة تسرب المطر منها؟ أحتاج إلى تفكير. استمعوا، هذا صوت أمواج وأصوات الناس فوق سفينة. كتاب قصص؟ مطر غزير، رعد لا يتوقف، سفينة، ماء كالبحر. عرفت، إنها هي، أكيد هي. ما هي؟ قصة النبي نوح عليه السلام. وما قصته؟ سراج، أنت تعرف قصته؟ نعم، لأنها وردت في القرآن الكريم. شوقتنا إلى سماعها، احكيها لنا. حسناً يا أصدقائي. أكرم الله قوم نوح عليه السلام وجعلهم أغنياء يشتغلون في الزراعة والتجارة ويجمعون المال، ولكن أصابهم الغرور وابتعدوا عن عبادة الله الذي وهبهم الرزق والصحة. فبعث الله نبيه نوحاً عليه السلام إليهم ليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولكنهم رفضوا دعوته واستهزأوا به. وبقي يدعوهم 950 سنة ولم ييأس ولم يتعب. صبر على دعوتهم وصبر، فآمن معه عدد قليل منهم. ثم أخبره الله أن يصنع سفينة ويحمل عليها من آمن بدعوته من الناس، ويأخذ من كل نوع من الحيوانات 2. بدأ نوح ومن معه بجمع الخشب، ثم صنع السفينة. وكان الكافرون يسخرون منه لأنه كان يصنع السفينة في مكان بعيد عن البحر كثيرا. لم يكونوا يصدقونه. وبقي نوح عليه السلام سنوات يصنع السفينة، وقد صبر على عمله وأنجز ما طلب منه. ثم بدأ المطر يهطل شهوراً متواصلة، وخرج ماء الينابيع وحدث طوفان كبير. أبحر نوح عليه السلام ومن كان معه في السفينة، فنجوا جميعاً. يا لها من قصة مؤثرة. هل لاحظتم كيف صبر نوح عليه السلام على دعوة الناس وعلى بناء السفينة مئات السنين بلا ملل؟ نعم. حسناً، فهمت الآن معنى الصبر. شكراً لك على وقتك صديقنا ظافر. نعم، شكراً لك. شكراً. راشد، يبدو أنك تعلمت من القصة. نعم، الصبر ثم الصبر ثم الصبر حتى أنجز عملي.